اهلا بكم. المغرب غادي ياخذ قطار اسرع من التي جي في وفائق السرعه من الجيل الجديد، يعني شي حاجه متطوره جدا. وانهيار الجزائر، وضروري الجزائر ضروري غتمرض من هذا الخبر. والاعلام العربي، لان المغرب متطور جدا جدا في القطارات اللي عند المغرب ما كاينش في العالم العربي. يلا نشوفوا التفاصيل. وقبل ما نبداو يا اخواني واخواتي كنقول لكم الله يرحم الوالدين، ديروا متابعه وفعلوا الجرس وديروا لايك وخلونا الاراء ديالكم في التعليقات. شركه الستوم الفرنسيه لتصنيع القطارات انها تلقت طلبا لشراء 18 قطارا من طراز اليفا هيريزون تي جي في من المغرب بصفقه بلغت 781 مليون يورو. وستقوم شركة ألستوم بتصنيع 18 قطار من طراز أليفا هيريزون عالية السرعة لصالح المغرب بتمويل من الخزينة الفرنسية. وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإنه سيتم إنتاج 36 محركا من هذه القطارات تي جي في ام الجيل الخامس، يعني شي حاجة متطورة جدا، الجيل الخامس، من القطارات العالية السرعة والأكثر اقتصادا والصديقة للبيئة. عالية السرعة وأكثر اقتصادا وصديقة للبيئة في مصنع بوفور شرق فرنسا، شي حاجة واعرة. ويشار إلى أن فرنسا أعلنت مؤخرا عن منح تمويل للمغرب بقيمة 781 مليون يورو لتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من شراء 18 قطار فائق السرعة من شركة ألستوم، وذلك في إطار مشروع تمديد الخط الفائق السرعة إلى مراكش. وسيتم تصنيع القطارات من قبل الشركة الفرنسية ألستوم، وهي قطارات من طابقين بسعة تصل إلى 640 راكبا سرعة 320 كم في الساعة. وسيتم إنتاج القطارات في مصانع ألستوم بفرنسا، ومن ثم نقلها واختبارها في المغرب. إخواني وأخواتي، هذا الخبر كيشكل خصوصا الجزائر كيمرضوا بحال هادشي. تخيلوا المغرب غياخد قطارات من ديال تي جي في من الجيل الخامس، والجزائر باقي عندها القطارات ديال 1940، قطارات ديال البخار كيمشيو بالفحم. واش يا اخوان، عندهم قطار ديال البخار كيمشيو بالفحم، والمغرب غادي ياخذ هاد القطارات العاليه السرعه فائقه السرعه ومن الجيل الخامس، ماشي من الجيل، شي حاجه واعره. اخواني واخواتي كنقول لكم الله يرحم الوالدين، ديروا متابعه وفعلوا الجرس وديروا لايك وخلونا الاراء ديالكم في التعليقات. وشكرا جزيلا لكم والى اللقاء.